لو بتدور على الاختلاف الحقيقي فالفيديو ده ليه. موبايل مش بس بيقضي غرض، لا كمان ده بيخطف العين. اول حاجه نيجي للتصميم الخارجي. ال4A برو بيجي بهيكل الومنيوم يوني بادي، ودي اول حاجه بتحس بيها اول ما تمسك الموبايل. الالومنيوم بتخليك تحس ان الموبايل اغلى وبريميوم اكتر، فهو مش شفاف كله زي اخوه، هو بس شفاف في الجزء بتاع الكاميرا. وده قرار الصراحه استغربت منه عشان كنت حاسس ان الناثينج فون الهويه بتاعته في الجزء ده بالظبط. نيجي بقى للشاشه اللي اكبر من النسخه العاديه فرق بسيط، حجمها 6.83 وبتردد 144 هرتز، يعني سلاسه اكتر بس تقريبا على الورق كده. يعني ما اظنش انك هتحس بالفرق في الاستخدام العادي، لان تقريبا الشاشه هتبقى واقفه عند 120 هرتز بس، مش هتوصل ل 144 هرتز دي غير في الالعاب اللي بتدعم الموضوع ده، وكمان الالعاب اللي يقدر المعالج بتاع الجهاز ان هو يشغلها على الفريم الريت العالي ده. والمعالج هنا هو سناب دراجون 7 جين 4، وهو طبعا احسن من اللي موجود في النسخه العاديه. طبعا في فرق في الاداء، وكمان هيبقى في التبريد بسبب الجسم الالومنيوم. الكاميرات هنا طبعا 3 كاميرات، وفي كاميرا البيريسكوب تيليفوتو اللي بتعمل 3.5 اكس زوم، وكمان الموبايل بيقدر ان هو يوصل ل 140 اكس من الزوم، بس يعتبر زوم ديجيتال مش بصري اللي بيحافظ على نفس الكواليتي. هو الكواليتي بتقل وهم مسمينه الهايبريد زوم عشان بيحاول يحافظ على الكواليتي اكتر من الديجيتال زوم العادي اللي هو بيبقى مجرد كروب في الصوره. لو عايز تشوف بقى الفيديو عن موبايلات ناثينج الجديده هتلاقي الفيديو الكامل على القناه على اليوتيوب، هتلاقي بقى اللينك في البايو وفي الكومنتات، يعني دور عليه كده. انا احمد عبد العزيز ودي الاندرويد. سلام. يا لهوي.